بشكل مفاجئ، أحمد نبيل كوكا خارج مباراة الأهلي والترجي بعد شكواه من الإصابة مجدداً. مارسيل كولر يجتمع مع محمد مجدي قفشة ويؤكد له أنه سيكون له دور كبير في المباراة النهائية أمام الترجي، وفي الوقت الحالي الجهاز الفني يجهز قفشة بقوة لخوض المباراتين أمام الترجي. علي معلول للشروق التونسية: أنا تونسي أهلاوي لأن الأهلي هو وطن لي. أنا أعتبر نفسي ابن من أبناء النادي الأهلي، وشرف لي أنني في هذا النادي الكبير، ولم أفكر يوم أن أبعد عن هذا النادي أبدا. أحمد شوبير: أعتقد أن هناك مشكلة فنية بين اللاعب المالي اليو ديانج والمدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر. فتحي الجبال المدير الفني التونسي الشهير يحذر الأهلي من خطورة اللاعب البرازيلي يان ساسي، ويؤكد أن قوة الترجي في خط الوسط، وخاصة في وجود يان ساسي، ولو كان في قمة مستواه سوف يقود الترجي للانتصار على الأهلي. النادي الأهلي يجري مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. رسمياً، وزارة الشباب والرياضة التونسية تعلن زيادة عدد تذاكر لقاء الترجي التونسي ضد الأهلي من 27,000 إلى 34,000 مشجع. شركة تذكرتي تبدأ في طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بداية من السبت 18 مايو. سعر التذكرة 1000 جنيه للمقصورة الرئيسية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و125 جنيه للدرجة الثانية، و75 جنيه للدرجة الثالثة. رسمياً، الاتحاد الأفريقي يكشف عن الكرة أوليه، كرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي. حسين الشحات: الحمد لله أنا جاهز بنسبة 100% لمواجهة الترجي، ولم نأتي إلى رادس للدفاع، والأهلي لن يلعب على تسجيل هدف واحد فقط أو على التعادل.